وكاين واحد الاحساس كيعرفوه بزاف الناس ولكن قليل اللي كيهضر عليه، احساس انك تقدر دير اكثر من داكشي اللي واصل ليه دابا ولكن ما عرفتش علاش ما تقدرش تتحرك. كتفيق الصباح كتقول اليوم غنبدا، كتحس بشويه ديال الحماس ولكن مع الوقت كيرجع كلشي كيف ما كان، ما تبدل والو. كتولي تصور راسك واش فيا شي مشكل ولا غير انا اللي ضعيف وما قادرش نوصل لديك الحاجه، ولكن الحقيقه قليل اللي كيعرفها. راه هذا الاحساس ماشي صدفه، العلم سماه ريزيستانس ولا المقاومه الداخليه، وهي واحد القوه في العقل ديالك كتحاول تخليك في بلاصتك حتى الا كانت هذيك ماشي هي الحياه اللي بغيتي. في واحد الدراسه في جامعه هارفارد لقاو بلي الانسان كيميل يختار الراحه الفوريه حتى الا كانت ضد المصلحه ديالو على المدى الطويل. بمعنى بسيط، عقلك كيختار يشوف تيك توك على انه يخدم على الحلم ديالو اللي غادي يعطيه نتيجه من بعد. اجي نعرفوا علاش. الدماغ ديالك ماشي مصمم باش يخليك تنجح، مصمم باش يحميك من الخطر، من المجهول ومن التغيير. وهنا فين كاين المشكل. اي حاجه جديده العقل كيشوفها خطر حتى الا كانت فرصه، حتى الا كانت حلمك، وهنا كتولي تاجل وكتقول غنبدا من بعد. ولكن من بعد ماشي وقت، من بعد غير احساس كيخليك تهرب من دابا باش ما ديرش ديك الحاجه. في واحد البحث دار في جامعه في لندن لقاو بلي العادات كتحتاج تقريبا 66 يوم باش تولي حاجه عاديه، ولكن المشكل بزاف ديال الناس كيحبسوا في النهار السابع حتى العاشر. واش عرفتي علاش؟ حيت كيبغيو النتيجه بسرعه، ما كيتحملوش المرحله اللي ما فيها حتى تغيير، وهذه هي اخطر مرحله حيت فيها كيبان لك باللي ما كاين حتى فايده، ولكن الحقيقه راه التغيير كيبدا في ديك الوقت غير ما كيبانش. وكاين واحد الحاجه اخرى اللي خطر بزاف من الكسل واللي هي الخوف. ماشي الخوف من الفشل ولكن الخوف من التغيير، حيت الا نجحتي حياتك غادي تبدل وغادي تولي خاصك تحافظ على داك المستوى اللي وصلتي ليه، وغادي تولي المسؤوليه كبر. وهنا العقل كيدير واحد اللعبه كيخليك تبقى في بلاصتك باش تبقى مرتاح. في واحد الدراسه نفسيه معروفه سميتها لوتو سابوتاج لقاو باللي بزاف الناس ملي كيقربوا ينجحوا كيبداو يدمروا راسهم بوحدهم، كيأجلوا، كيضيعوا الفرص وكيخلقوا مشاكل من والو غير باش يرجعوا لنفس النقطه اللي بداو منها. وهذا الشيء كامل حيت ماشي شي حاجه مولفين عليها، والانسان كيبغي داك الشيء اللي مولفو وحتى الا كان كيضرو. بحال شي واحد كيكمينغارو عارفو كيضرو وعارفو غيخرج عليه وفي نفس الوقت كل نهار كيكميه. دابا يمكن تسول راسك واش الحل هو نحارب راسي؟ انا غنقول لك لا، الحل هو تفهم راسك، تفهم باللي داك الصوت اللي كيقول لك بقى مرتاح ماشي عدو، غير نظام قديم باقي خدام بطريقه ما صالحالكش دابا. وكاين طريقه بسيطه باش تبدا تبدل، ماشي بقرارات كبيره ولكن بخطوات صغيره، اي خطوات صغيره وبزاف حتى العقل يحس بالخطر. مثلا الا كنتي باغي تبدا الرياضه ما تقولش غنمشي نجري ساعه، قول غنمشي نتمشى 5 دقائق. الا كنتي باغي تخدم على مشروع ما تقولش غنخدم النهار كامل، بدا غير ب 10 دقائق. حيت كاين واحد القانون في العقل سميتو مومنتوم، ملي كتبدا كيولي ساهل تكمل، ولكن اصعب حاجه هي البدايه. وكاينه حقيقه اخرى، ماشي خاصك تكون عندك موتيفاسيون باش تبدا، بالعكس خاصك تبدا باش تجيك الموتيفاسيون. الناس اللي نجحوا ماشي حيت كانوا ديما متحفزين ولكن حيت تعلموا يخدموا حتى هما ما عندهم لا موتيفاسيون لا والو. دابا وصلنا للنقطه الاهم في هذا الفيديو. يمكن حياتك ماشي واقفه حيت ما عندكش القدرات ولا الموهبه، ولكن حيت عندك افكار كتخليك تبقى في بلاصتك. الخوف، التاجيل، حب الراحه والهروب من المجهول. هادشي كامل طبيعي، ما كنقولش لك فيك غير انت بوحدك، كاع الناس بحال هكا. ولكن الا خليتي هاد الربعه هادو يسوقوا لك حياتك غادي تبقى ديما في نفس البلاصه. ودابا ما غاديش نعطيك نصيحه كبيره، غير سؤال واحد. الا بقيتي داير نفس الحوايج اللي كدير دابا فين غادي تكون من هنا 5 سنين؟ والا بدلتي حاجه صغيره واش ممكن حياتك تتبدل؟ وفي الاخر بغيت نقول لك الفرق ماشي في شي قرار كبير، الفرق كيبدا بخطوه صغيره ولكن كديرها اليوم ماشي غدا.